اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة لما نعمل محشي بطريقة سهلة من الأول خالص، ومش هياخد معاكي أي وقت خالص، وما تخلصي هتلاقي المطبخ معاكي نظيف لأنك منظمة نفسك ومفيش عندك أي توتر. قبل ما ندخل على الفيديو متنسيش تصلي على النبي في الكومنتات وتعملي لايك وشير لو عجبك الفيديو. أول حاجة أنا جبت الكرنباية وبقورها من عند الراس بتاعها، وبعد كده جبت أكبر حلة عندي. ده طبق اللي هو الاستانلس، بعمل فيه بسلق فيه عادي، وبعد كده بحطها في ميه سخنه وفيها رشه من الملح بسيطه وشويه من الكمون، وبحطها. واول ما بحطها بقى بتبقى الميه مغطياها كلها، فبفضل افرغ فيها علشان ما تاخدش معايا اي وقت نهائي. بصوا، بين كل طبقه وطبقه مش بتاخد حوالي دقيقه واحده، وبتسيبيها ومش بغسلها، بسيبها تكمل سوا بالبخار بتاعها. بصوا، ده اسرع طريقه ممكن تسلقوا بيها الكرنب، وبصراحه دي اكتر طريقه انا بحبها، مش بتاخد معايا اي وقت نهائي، وبتخلص الكرنبايه كلها مش بتاخد معايا 5 دقايق. بتبقى سهله جدا وبتبقى منظمه كده وبترتب عليكي الدنيا يعني. بعد كده خلاص انا خلصت كلها وسبتها اول ما بردت خالص، غسلتها تحت الحنفيه، وكده خلاص نبتدي نقطع فيها، لان انا مش بسيبها كتير على النار، بسيبها تكمل سوا في البخار بتاعها. بعد كده بجيب الورقه الواحده، وممكن تعمليها بكام ورقه، باتنين او تلاتة مع بعض، وده بيسهل عليكي اكتر اصلا. وبعد كده بفضل بقطع اللي هو الجزء الناشف ده، مش بيبقى ليه لازمه، مينفعش يتلف، فبقوم لفاها برماها وبشيل الزياده اللي في الاول دي، برضو مش بتبقى احسن حاجه. وبقيس بقى كل 3 صوابع، عشان ايه؟ انا عايزه المحشي يطلع معايا مرتب وكله نفس الحجم، فبقيس 3 صوابع وبمشي بقى بالنظام ده، وباخد واحده من اللي انا عملتها وبفضل ايه امشي عليها كلها. وبعد كده بفتحها برضو عشان ايه تبقى سهله معايا، فبقطعها على قد الصباع الواحد، عشان برضو ايه سهل عليا، بقوم واخداها وفتحاها ويبقى سهل معايا، مش بياخد معايا والله الحشو مش بياخد معايا ربع ساعه. كده خلاص. خلصتها، خلصت كل الكمية. تعالوا بقى لما نعمل التسبيكة بتاعتها. جبت نص كوباية من الزيت وعليها معلقة كبيرة من السمنة، واول ما بتسخن بنزل عليها. بصوا، المحشي بيحب البصل الكتير، فنزلت عليها ب3 بصلات كبار، والبصل بيخلي المحشي خطير وبينقله في حتة تانية. اول ما لونه بيدبل كده بجيب معلقة كبيرة من الثوم، هرساه، وبعدين بفضل اول ما تشم ريحة الثوم بتنزل بقى بعصير كيلو ونص من الطماطم. والطماطم برضو المحشي بيحب الطماطم الكتير والبصل الكتير والخضرة الكتير. وقللي ايه الرز، هيطلع معاكي احلى محشي ممكن تاكليه في حياتك. وشويه بقى من الكمون و7 بهارات وشويه من الملح وسنه من السكر، وسيبيه بقى يستوي. تعالى ما نقطع الخضره، واهم حاجه في هنا ان الخضره تبقى متقطعه صغير جدا. انا مش بعرف اقطعها صغير، بس بحاول، لان هي كل ما بتبقى صغيره كل ما بتبقى احلى، فبحاول ان انا اقطعها صغير جدا. وبعد كده شايفين انا خلصت الورق ورصيته قدامي وكده بقى جاهز، وهقطعت الخضره وبحطها برضو وبتبقى جاهزه قدامي، كل حاجة مترتبة وبتبقى ايه خطيرة. وبعدين قطعت بصلتين وحطيت عليهم بقى 7 بهارات وسنة من بهارات وسنة من الكزبرة وسنة من الكمون وشوية من البهارات اللحمة، سنة صغيرة بتنقله في حتة تانية. وبعدين نزلت بالخضرة وفضلت افرك فيه كويس. وبعدين نزلت ب3 كوبايات من الرز، وفضلي اقلبي فيه كويس جدا علشان ايه يتشمع كده مع بعضه. انا هنا مش عارفة ما قلبتوش ليه. وبعد كده ايه التسبيكه خلاص نشفت خالص وما عادش فيها ولا نقطه ميه، وكده خلاص. بتبقى اهم حاجه ان الطماطم دي ما تبقاش فيها ولا نقطه ميه، لما بتنشف جدا بتدي وبصوا ريحته بتجيب اخر الشارع. فامشي بالطريقه دي هيعجبك جدا والله. لو انت مش بتعرفي تعملي المحشي امشي بالطريقه دي هيطلع معاك حلو قوي. وانا اصلا جايلكوا وبقول لكم ان انا كنتش بعرف اعمل محشي اصلا، ولما مشيت بالطريقه دي كنت اول حاجه بتعقد منه، كل ما بعمله بتعب فيه وفي الاخر مش بيطلع حلو. فامشي بالطريقه دي هيطلع معاكي حلو قوي، والمطبخ هيفضل معاكي نظيف. وبعدين هنعمل الفراخ في قلب المحشي. فانا جبت الفرخه ومحبتش ان انا اقطعها 4 وكده، لا، هسيبها زي ما هي، بس هفتحها من عند سلسله الظهر ونشيل اي حاجه زيادات، وبعدين نعمل لها محلول نقع. بس اول حاجه ان احنا هنديلها هنفتحها كده عشان ايه، هنعمل لها تتبيله قبل ما نحطها في المحشي. وبعد كده قطعه زي
معلش، قطعي فتحي فيه كده تحت الجلد عشان يطلع شكلها برضو حلو لما تستوي. ما يطلعش شكلها مبهدل وكده. وهاتي كوبايه من نص، ربع كوبايه من الزيت، وعليها عصير ليمونتين. وبعد كده التوابل، بهارات فراخ وسبع بهارات وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وروزماري، ده روزماري مجفف. وبعد كده افضلي قلبي فيه، وافركي فيها بقى كويس جدا، دلكيها بحيث ان هي تشرب كل التتبيله. ومش هنسيبها في التتبيله، احنا هنديلها صدمه على النار. هتحسي بقى ان هي اتشربت كل التتبيله، وبعدين نحطها في قلب المحشي، تاخد برضو تتبيله المحشي، بتبقى ايه في حته تانية. انزلي بقى بسنه من الزيت في الجريل، وبعد كده شوحيها بقى، استني لما يسخن جدا وشوحيها عشان تاخد صدمه. انا عايزاها تاخد صدمه، مش هنسويها، احنا عايزينها بس تاخد صدمه. اول ما اخدت صدمه وبقت باللون الخطير ده، بقى نقلبها على الوش التاني. وكده خلاص. تعالوا بقى لما نسيبها لحد لما تاخد الصدمة على الوش التاني، يكون ايه، لفينا اول صف. جبت الورقة، وعارفين انت بواقي بقى الورق اللي احنا مكناش اخدناه معانا، يعني بقى نشيله عشان الورقة تبقى مظبوطة. باخده بقى وبفرشه في النص. وبعدين بقطع طماطم وبصل، اي خضار عندك حطيه تحت، بيبقى طعمه حلو قوي. كل الحاجات دي اصلا بتخليه طعمها احسن. بعد كده بقى هنجيب الورق بمنتهى السهولة بقى. تقعدي بقى وتلفي بقى في ثواني، مش هياخد معاكي اي وقت نهائي. في ناس مش بيعملوا الورق غير وهم قاعدين، بس انا بحس ان دي حاجة صعبة ان انا افضل، لا، هتلفيه على طول احسن. بلفه بقى بمنتهى السهولة، باخد الورقة وبقوم لفاها. واي رز بقى يتبقى معاكي ولا كده شيليه، عشان الرز يطلع معاكي منظم. ودي كنت سايباها بحالها، بيبقى سهل برضو. المهم ان انا ابقى مقطعاه على قد اللي انا هعمله، بياخدش معايا اي وقت نهائي. تعملي واول ما تيجي بقى مقطعاه بصبعي كده، سهل جدا. بس كده خلاص. اهم حاجه بقى ايه، رصيه رصه حلوه. يعني انا هنا رصيته مثلا 4، وبعدين اخدته بالدايره. وكده خلاص. خلصت اول صف. نجيب بقى الفراخ وننزلي عليها بقى، وهنكمل الصف علشان ايه، اما نلف تاني يبقى منظم بقى معايا. شكل الفراخ اصلا خطير، ولما بتتحط في المحشي بتتحول في حتة تانية خالص. على فكرة تقدري ان انت تحطيها سليمة وتحشي قلبها من الورق وتكملي برضو، بتبقى خطيرة برضو. بس انا حبيت ان انا افتحها عشان ايه، الحلة صغيرة ومتاخدش معايا وقت كتير. كملت بقى الصف، وكده خلاص خلصتها معايا. اخدش معايا والله بجد وقت خالص. لو انت بتكسلي تعملي المحشي او كده، لا تشجعي واعمليه، ومش هياخد معاكي اي وقت خالص. ممكن كمان انت لو بتتعبي، ممكن تسلقي الورق في يوم وتشيليه في التلاجة، وتاني يوم تعملي مثلا الصلصة، وتالت يوم تحشي. علشان ايه، ما تتعبيش لو انت تحسي ان هو تقيل عليكي وكده. وبعدين نزلت ب3 كوبايات من دي مرقة، وحط عليها معلقة من الصلصة. لو انتي، بصي بقى المحشي بنعمله ازاي عشان يطلع المقدار مظبوط. بتفضلي لحد لما توصل للصف اللي قبل الاخير. تبقي شايفة الشوربة، بس ما تبقاش اللي هي ظاهرة مغطية المحشي زي الرز. لما نيجي نعمل مقدار الرز بنبقى مغطيين المية، بتبقى مغطية الرز. لا، في المحشي انت مجرد ما بتشوفي المية بتبقى خلاص كده، ده المقدار المظبوط. لان لسه الخضار هينزل المية، وبعدين الرز مش كتير، فما تكتريش ده عشان ما يطلع معاكي مفلفل وحلو. وبعدين تعالوا بقى لما نعمل صينيه من الجلاش عشان ايه، الاكله تكمل. اهم حاجه حطيت تحت شويه من السمنه كتير قوي، علشان يطلع لونه ذهبي كده وحلو. وبعدين بعمله بقى دايره ازاي، بقوم جايبه ايه زي ما انتوا شايفين، بحط ورقه وبنزل بالكميه كلها، بس بسيب ورقه بس عشان اقفل بيها في الاخر. فبحطه، وبعد كده بحط واحده بس كده بطانه، ودهنه من الزيت بينهم، بين كل طبقتين رشه كده، بس بتنقطي كده من السمنه. وبيبقى كده خلاص خلصت اللفه، بتبقى حوالي نص كيلو. وبعد كده دي بقى جزر على طماطم على بصل، وضربتهم في الكبه. وبعد كده حطيت عليهم كل ده على البارد. وبعد كده حطيت عليهم
اللحمه وفضلت اعجن فيهم بس حوالي دقيقه واحده بس. وبعد كده بحطهم على النار والتوابل اللي حطيت فلفل اسود وسبع بهارات وكبابه صيني وسنه من القرفه، وكده بيبقى خطير. بعد كده نرجعه بقى، وبين كل واحده بنحط ايه رشه كده بس من السمنه، وبيبقى شكله خطير وبيطلع معاكي في الاخر كأنك عامله فطير. بيبقى طعمه بجد تحفه قوي. قفلي بقى ورجعي كل حاجه مكانها، وبعد كده رشه حلوه من السمنه. بصوا انا ما بحبش اعمل الجلاش بسمنه صافي، بحب احط عليه شويه من الزيت عشان بس يبقى خفيف شويه، لان السمنه بتبقى تقيله قوي، فانا بحب ازود بس شويه من الزيت. بعمل ميكس ما بين السمنه والزيت علشان يطلع طعمه حلو. لا مش طعمه حلو، علشان يطلع خفيف، وكده كده مش بيبان يعني. وبعد كده حطيت الورقه بقى وبقفل بيها. قفله وحطيها تحتها كده بحيث ان هو يطلع شكلها في الاخر حلو زي الفطيره. وهنقطعها بقى كأنك بتقطعي بيتزا. رشه بس كده بقى. اهم حاجه في الجلاش السمنه بتخليه مورق ومقرمش كده وطري من جوه وبيبقى خطير. قطعيه بقى مثلثات. ممكن بقى تحطي فوق تدهني رشه كده من الصلصه من الكاتشب، وبعدين تنزلي بجبنه رومي وجبنه موتزاريلا، اللي هو ميكس جبن، بتبقى تحفه. تديها وش بيتزا، بتبقى بصوا خطيره. بعدين بنعمل بيضه وعلى رشه من الفلفل الاسود واقلبهم كويس جدا. وبعدين معلقه من كريمه تقدري تضيفي كريمه لباني او هو وش اللبن. و اصلا دي كريمه حلويات، عارفين اللي هي كريمه الحلويات مش كريمه طهي، بس بتديها طعمه حلو قوي. وانا عملت ميكس ما بين اللبن والشوربه، وبقلبه كويس جدا. واول ما بدخلها الفرن 5 دقايق بقوم ايه نازله مش 5 دقايق، دقيقتين بس. وبعد كده بقوم نازله عليها وبفضل بس دقيقتين بس لما تتشرب، وندخلها الفرن. وكده خلاص المحشي اتشرب، بنهدي عليه. وانا اسفه على الدوشه، هقوم اربيه. وبعد كده بشيل ده عشان ايه اللي عندي في البيت مش بيحبوه كده. وكده خلاص المحشي طلع معايا زبده وخطير. نقلبه بقى في الصينيه وبس كده. آه اللي هي العصبة ما عادش عارفه اكمل. بعد كده بقى خلاص بنزل بالفرخه، وبيطلع طعمها في الاخر والله بجد تحفه. وبتبقى دايبه معايا يعني تفكروا ان هي مش هتستوي ولا حاجه، بتبقى دايبه وبتبقى عملتيها في حله واحده واستريحتي. شايفين والله مش مستحمله ان انا امسكها، بيبقى طعمها خطير. اكتبوا لي رايكم تحت، متنسيش تعملوا